انقلاب في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر قبل ضربة البداية فكأس الأمم الأفريقية. حسام حسن يجري 6 تغييرات دفعة واحدة قبل مواجهة زيمبابوي. يستعد حسام حسن لبدء مشوار منتخب مصر في أفريقيا بأسلوب مغاير تماما بعدما قرر إجراء تغييرات جذرية على التشكيل الذي خاض ودية نيجيريا في رسالة واضحة مفادها لا مكان للمجاملات ولا للثبات على اختيارات لم تقنع فنيا. وبحسب المعطيات استقر الجهاز الفني بنسبة كبيرة على تغيير سداسي كامل في التشكيل الأساسي بهدف تصحيح الأخطاء التي ظهرت مؤخرا سواء على مستوى التنظيم أو الأداء، خاصة أن مباريات الافتتاح في البطولات الكبرى دائما ما تكون مفصلية. أبرز ملامح التعديل هو عودة القوة الهجومية الضاربة بوجود الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه منذ البداية بعد غيابهم عن الودية الأخيرة، لما يضيفه هذا الثلاثي من سرعة، ضغط وحلول فردية افتقدها المنتخب. دفاعيا قرر العميد إجراء إحلال وتجديد واضح بالدفع بمحمد حمدي، خالد صبحي ورامي ربيعة في محاولة لعلاج أخطاء التمركز والتغطية التي ظهرت أمام نيجيريا والتي لا مجال لتكرارها في مباراة رسمية. التشكيل المتوقع أمام زيمبابوي: حراسة المرمى محمد الشناوي، الدفاع محمد حمدي، خالد صبحي، رامي ربيعة، محمد هاني، الوسط مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور أو أحمد مصطفى، زيزو. الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد. ويبقى التحدي الحقيقي ليس في الأسماء فقط بل في الروح، الالتزام وتنفيذ التعليمات. ورغم أن مواجهة زيمبابوي تبدو الأسهل على الورق فإنها الأخطر ذهنيا، والفوز بها يمثل خطوة لا غنى عنها قبل الصدامات الأصعب أمام جنوب أفريقيا وأنجولا.